اليتامى تبكي دم عاري علي ما يهتم. اليتامى تبكي دم وعاري علي ما يهتم. لزوما شاملكم يلتم حتى تسحقوا بشار. وعار يا السلام وعار وها قد هاجم الكفار. المكان نفذوا فيه 4 صواريخ هون و4 صواريخ هون، وراح ضحيته 22 قتيل من ابناء هالعائله وابناء هالعائله. وهي البنايه تهجرت كلها، يعني صار فيها دمار، تعطلت. في عوائل هون؟ في عوائل لا هون لا، بس هون في عوائل خلص البنايه يعني صارت مهجوره، يعني تسقطت. هوية أحرار الشام. هاي هوية أحرار الشام. شخصية هي. تعال تعال هوية أحرار، تعال يا خالد. تسلم لي، أنت أخوي. تعال بس أبو علي الشيخ وين صاير اليوم؟ هذا صوت الطائرة. راجع. اسمع. قريب منك. اسمع. هذا طائرة. هون هاي. أو إيستا. نفذ. لو نحن على مرتفع ننظر. لا رأينا. رأينا نعم. انظر مكان صاروخ هناك، هناك مكان صاروخ هناك. هذا مكان صاروخ. شلون بتعرف هو بيقصف؟ كيف بتعرف هذا الطيارة بيقصف؟ بشلة فسفورية. عنده بشلة فسفورية؟ ايه. انتم ما تخافون من هون في قصف طيران؟ بخاف. تخافون؟ انت بتخاف، انت ما بتخاف هذا الشيء. انت ما تخاف؟ ليش ما بتخاف؟ الطيارة ما تسوي شيء. نعم؟ ما تسوي شيء. ما بتسوي شيء. الصبح الطيارة ضرب هون، ما خفت لما ضرب هون؟ ما خفتوا؟ شو اسمك؟ فاطمة. فاطمة ما تخاف من الطيران؟ ها؟ بتخافي؟ بتخافي؟ ها؟ كان في قصف الطيران ما خفت بالليل؟ كرسي شبكات.
ضميرك بيكذب. كيف قهوتكم شيخ؟ قهوة كيف وسط سكر زيادة والأخرى؟ نفس سادة. عندي 6 أولاد من الأولى. شو اسم هذا؟ ميمونة. ميمونة. ميمونة بنت الحارث زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. ابو عماد جاي علينا ها؟ جاي علينا تمام. قصتنا شيخ يعني لا تاخذ الامر باستهتار. ايه والله محل ما كنا فيه المفرق هناك تنفيذ. التنفيذ في مكان اللي كنا قبل 5 دقائق. قبل لا قبل المدرسة مدرسة اها قبل عند المدرسة في ربع ساعة طلع على السطوح شصرنا طالعين أول 4 براميل وثاني 4 براميل خلال ربع ساعة. شو قالوا جماعة شو قالوا؟ في ضحايا؟ يعني عباره عن قنابل بحريه. شو هذا القنابل البحرية؟ القنابل البحريه يعني مثل ما تقدر باستطاعتها تنزل ما يقارب 12 ل 13 ل 14 برميل بآن واحد. فبتنشر اذا بتلاحظ الدخان منتشر على مد كبير. عم بقول إلى الأقوي والملاجئ. انزلوا على الأقوي والملاجئ. الناس يعني؟ فضوا الشوارع وانزلوا على الأقوي. هذا صوته. الله اكبر. الله اكبر. هذا هو الطيار هذا. تعال انزل. انزل لا اله الا الله. تعال انزل على تحت. تمام رأيتوا؟ ايه رأيك؟ أبو أحمد وين التنفيذ؟ التنفيذ كان هون بس هو هليكوبتر قرب كثير. إيه ذهب خلص هلا أمان. هلا امان. كنا نذهب إلى هناك بس ممكن مرة ثانية يرمي. شو اسمك؟ عمي ريهام. ريهام هذا عمي. ايه يا ربي. منين هون كادر الطبي او دكتور؟ كادر الطبي او دكتور؟
اخوك؟ إيه أخوي أنا. اخوك؟ أخوي أنا. وين اخوك؟ كان هوني وين أخذتوه؟ دماغ ميت وجه جنين سليم. فبقول له انه ايش من سليم. ئێستا چینە ژووری نەشتەرگەریەوە. ئەو منداڵەیە کە ئێستا دایکی بەرهێرشی فڕۆکە جەنگیەکان کەوتو ئێستا دایکی گیانی لەدەستداوە. دکتۆرەکان ئەوان ئەو مناڵێکە هاتووە لە مانگی هەشتێ بۆ کە بە حاڵەتێکی زۆر مەترسیدار منداڵ لەو مانگەدا لە دایک بێت، بەڵام بەهۆی ئەو بردووانەوە ئێستا لە زگی دایکی دەریان هێناوە لە حاڵەتێکی زۆر خراپدایە. دکتۆرەکان ئەوە نزیکەی کاتژمێردی بۆ 3 چارەگەوێ ئەوان هەوڵی خۆیان نەدەن، بەڵام هێشتا کە ئەمەلی تەواویان نییە بۆی ئەو منداڵی ڕزگاریە بە یاخود. دکتۆرەکان زیاتر لە کاتژمێرەکە چاوەڕوانن بۆ ئەوی ئەو منداڵی کە دایکی بەرفڕۆکە جنگیەکان کەوت بوو ڕزگاریکەن، بەڵام باش کاتژمێرێک لە هەوڵدان ئێستا ئەو منداڵەش گیانی لەدەستدا. وين كنتي لما ضربت الطيارة؟ والله نحن كنا في البيت نايمين الناس. كنتي نايمة؟ أنا راسي طوي، أنا والله كنا في البيت أنا راسي طوي. ايش ذنب هالاطفال اللي مضربين؟ ايش ذنب هالنساء وانتم عم تشوفوا بأم عينكم بعد صدقكم؟ ايش ذنب الطفله هي الطفله هي ارهابيه هي الطفله هي ايش ذنبها هي؟ دار تدمرت، اهل النساء كلها اطفال، يجي يضربونا نحن الارهابيين، بس هدول الاطفال ايش ذنبهم؟ نتمنى انه فعلا عاد ستكون تخترق الحدود كلها وتشوف بس المعاناه اللي عملنا عليها نحن الشعب السوري. الله يجزيكم الخير. ما في غير الاطفال، غير الاطفال هي اللي عم تتقدم، ما في غير الاطفال. صار 3 4 ايام اليوم الرابع ما في غير الاطفال، بس الاطفال عم تتضرر.
يطلع علينا على الجبهات نحن حريم كلها جاهزين. اطفال ما في غيرها. بيضرب مشفى، بيضرب مدرسة، بيضرب مسجد، بيضرب أطفال. بس بتمنى توصلوا صوتنا لكل العالم. الله يزيدكم خير. هلا ايش شفت؟ اطفال اطفال ونساء نساء. ما في، كلها اطفال ونساء، ما في غير الاطفال والنساء. باليوم واحد 22 اليوم واحد عم يتعدى يجوز 300. 300 بيوم واحد. يا ما عم مو بس شغله كبيره في مشروع الارض، مو مشفى واحد يعني. حسبي الله ونعم الوكيل. سلمنا امر الى الله عز وجل. يعني هذا السجن ما في ولا مسلح ما في نهائيا مسلحين نهائيا. كلها، شوفت عندك هالكاميرات على كل حال خاصه والاطفال والنساء. يعني كلها اطفال كلها ونساء. اطفال ونساء. برباني امرو كانسان زي كالجمير دي او كلمس جدا المسرع ولا توماري او رودا نزيكي سيوسي بريندار جين راوتا ايرا و ام نخوشخانه و نخوشخانه دیکشن اگر چی بشوکن اوانه شو نخوشخانه شو نزیکی 20 برینداری پی گین راوا ولا برباني امرو شوا سيكس بنك قرباني خد كوجراون لو جانا لدزداو لو هيرشانه ده. اللهم مدنا بجبريل وميكائيل يا رب. اللهم مدنا بالملائكة يا رب كما مددت أهل بدر يا الله. اللهم أعنا في محنتنا يا رب. اللهم أعنا في محنتنا يا أرحم الراحمين. إن لم تعنا فمن يعنا يا الله. ما لنا رب سواك يا الله. يا غارة الله، يا غارة الله، جد السيرة مسرعة يا غارة الله. بحل عقدتنا يا رب، بحل عقدة أهل الشام.
هستا تشوفوا نفس هذا قوة نظامية. هذا النظام البعث. نظام البعث. هاي البناية تحت سيطرتنا. هذا راية جبهة نصرة. هذا راية جبهة نصرة. نعم. فوق المبنى. فوق المبنى. قوات جبهة النصرة هون متمركزين. كم متر؟ استيمد صد متر لخالي حكومة سوريا ودولي. هنا غرفة بالإكسترات صغيرة. غرفة للنظام. نظام. وساتر أيضا نظام. هذه مدرسة نظام أيضا. هاي المدرسة متمركز فيه نظام. نعم. 200 متر بعيد من هون. وأقل. أو يكيك لخالكاني لخالاني كحكومة سوريا وهي كان حكومة بشار أسد تيدا جيگیر بووە ئەو لێرەوە هەموو هێزانن کە لێرن لە ناوچانن خوان هەشارداوە کەس ئەوەندە بەدەر ناکەوێت چونکە لە هەردوو لاوە قەناز بەدەستەکانیان چاودێری یەکتر دەکەن. ئەمە ئەو بەرمیلە بۆم ڕێژکراوانەیە کە لە هلیکۆپتەر و تایارەکان دەخێنە خوارەوە بۆ نێو حەلب. حجمی ئەمە بچووکیانەوە بچووکترینیانە دەوترێت هەیەنە سێ بە خەدەر ئەمە ئێستاە. المجازر فيديو عند هذه السيارة. هذه السيارة. نعم. ممكن بنروح هون؟ ممكن بحذر. بحذر. نعم. دەیان قەناز بەدەستی وەک باسی لێوە دەکات هێزەکانی بە شارەسەدی بێ بۆیە دەبێت بەو شێوەیە بە پەلە لەم ناوچەیە تێپەڕی گەڕانەوەشمان بەو شێوەیە زەحمەتە فقط نەیبین لە کامێرەمان بێدڵ
انزل لتحت انزل لتحت. حاجز متمركز هناك. حاجز متمركز في قوات نظام. قوات نظام وشبيحة. كان هذا الطريق إلى مدينة حلب من الريف إلى المدينة. يوقفون الناس، هذا لا يعجبهم يصفونه. يقتلوه؟ نعم. كم شخص قتلوا هون؟ هنا ممكن 50 ممكن 70. ممكن 70 نعم. شخص. العظام هم باقي هون؟ نعم. يوجد سجناء في فرع المخابرات الجوية، سجناء أتوا بهم إلى هنا وهنا قتلوهم. قتلوه؟ نعم. هما اگر لو شقامه بتوانین بپەڕێنەوە هەموو ئەو ئێسک و پرووسکانە دەبینین کە هێشتا لێرە ماون. هذا سرفيس مترو أحياء، هم حرقوهم حرق جزر، كان كلهم مدنية هم يرون بأعينهم. حرقوهم؟ نعم. في هذا داخل السيارة حرقوهم. يوجد 9 أشخاص. نرجع. من هنا 400 متر على الشيخ مقصود. بعد تل شيخ مقصود. نعم. في اشتباكات بينكم بين الشيخ مقصود؟ اشتباكات ليس قنص. قناص فقط. قنص. لا تعمل. البارحة يعني كم قصة يعني؟ أنا امبارح أقل إحصائية الأخيرة حوالي 75 غارة. السلام عليكم. 75 غارة في يوم واحد؟ في يوم واحد. لا بس حربي. حربي. الهليكوبتر مع الألغام البحرية حوالي بس في المنطقة هاي حوالي 60 لغم بحر. إدلب كم بعيد من هون؟ إدلب 70 كيلو 70 يعني كيلو. بدنا زمن ساعة وربع. في طريق في قصر طيران بالطريق؟ لا قليل فيه. والله أعلم يعني إلا إذا قدر الله يعني بده. نعم. الله يسهل. الله يحفظك. الشباب جاهزين بيجوا معنا؟ الشباب جاهزين ما أدرك. يلا إن شاء الله. إن شاء الله. يلا يا شباب. تنشر مثلا صورة عن موقع عن كذا أو فيديو
رأينا الجبهات الأمامية ما في حرب، ليش هذا هجمات الطيران يعني مستمرة في مناطق اللي في مدنيين؟ حلب مدينة مهمة جدا جدا، سواء على الصعيد الاقتصادي أو الصعيد السياسي أو الصعيد العسكري. من يقرأ تاريخ حلب يعلم أن من يسيطر على حلب يسيطر على سوريا، وذلك كان واضحا في الفتوحات القديمة، أن حلب هي الرأس، هي رأس سوريا بالنسبة لمعارك الفتوحات والتحرير. لذلك النظام يحاول دائما أن يبسط سيطرته مع القوات الإيرانية على حلب. هل هناك قوات إيرانية موجودة في حلب؟ نعم أخي، موجودة في حلب، والأمر واضح يعني بات واضحا حين أمسكنا في معركة خانطومان عناصر أفغانية تتبع للميليشيات الشيعية الإيرانية. طبعا هذه مرتزقة من إيران، قدمت من إيران. في قوات عراقية؟ طبعا هناك ميليشيات عراقية. يعني في آخر معركة مع قوات النظام في حلب أمسكنا شخص عراقي. من الناحية المادية الناس كيف بتعيش في حلب؟ واحكي لي عن مثلا المازوت منين بيجي؟ هناك تجارة واضحة، حيث أن داعش يعني هي من تبيع، البكك هو من يستقبل، يأخذ أتاوات على هذا المنتج. فالطريق إذن هو من داعش إلى البكك إلى المناطق المحررة. حاليا قصف الطيران يعني مستمر، هل هناك خطة أمنية للتقدم أكثر؟ بإذن الله سبحانه وتعالى يعني خلال أيام قليلة جدا إن شاء الله تسمعون أخبار طيبة بإذن الله سبحانه وتعالى بالنسبة لوضع الجبهات في حلب. هناك معركة ضخمة يتم التحضير لها الآن، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني الفتح والتمكين بإذن الله سبحانه وتعالى. تسمعون أخبارها قريبا إن شاء الله. طبعا لا يمكن إيقاف قصف الطيران إلا بمعارك التحرير. تنسيق مع جبهة النصرة كيف يعني؟ جبهة النصرة فصيل من الفصائل التي تعمل على الأرض، والتي من الفصائل المشهود لها أنها تعمل بقوة، ولذلك التنسيق معها عسكريا جيد جدا، ودائما نحن وإياها في أي معركة رأس الحربة. يقولون أن أمريكا صامت في هذه غارات الطيران، باعتقادك لماذا الأمريكا صامتة لحد الآن؟ هي تدخلت جويا ضد داعش فقط، وضربت جبهة النصرة وحتى ضربت أحرار الشام، لكن لا يمكن أن تدخل في هذه المسائل بقوة، لأنها تريد حفظ ماء وجهها، حيث أنها هي من تدعم بعض فصائل الجيش الحر، يعني فصائل الموك التي داخلة في غرفة عمليات الموك، أمريكا هي من تدعمها، فلا يمكن لأمريكا أن تدعم وأن تقصف هذه الفصائل بنفس الوقت، لأنه يصبح لديها إشكالية عالمية. هل هناك دعم من جهة أمريكية للفصائل الموجودة المعارضة في حلب؟ في حلب طبعا أخي، الفصائل الداخلة في غرفة عمليات الموك كلها تدعم أمريكيا، تدعم يعني هي غرفة معروفة، وأمريكا أحد أعضاء هذه الغرفة، لذلك كانت مدعومة بشكل واضح. يعني كان لدينا أيضا فرقة 30. الأمريكا ما يرى هذه الخصبات الجوية؟ أمريكا يرى وهو راض عن هذه المسألة، وبالعكس هو يطلب زيادة هذه المسألة. وقبل حوالي 3 أشهر قبل حوالي شهر، عندما كان هناك حملات مكثفة على حلب، وأطلقت عدة نداءات من أجل نداء حلب تحترق، يعني كانت هناك مجازر بشعة جدا جدا، والنظام الروسي استهدف حتى المشافي وحتى مخازن الأدوية، وأصبح يركز على أماكن ضرورية جدا لمعيشة الناس، المشافي، الأفران، مستودعات الأدوية، محطات المياه، كل ما يمكن أن يؤذي الناس أصبح يركز عليه ويقصفه. طبعا هذا الأمر تكلم سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي، قال كل هذه الحملة بالاتفاق مع أمريكا. إذا أمريكا هي شريك حقيقي، يعني هذا القصف اللي يصير في حلب هذا بالاتفاق مع أمريكا. كان تصريح علني وواضح في أحد المؤتمرات الصحفية أن ما يحدث في حلب الآن هو بالاتفاق مع أمريكا، لأنه يعني كان هناك عدة صيحات أن أين أمريكا أو أين العالم، أين الأمم المتحدة من هذا القصف الذي وهذا الدمار والمجازر تحدث في حلب. ما هو دور الأمم المتحدة؟ أو الأمم المتحدة دورها دور العاجز الصامت العجوز الذي لا يملك شيء. ما هو الربط بين الأحداث في العراق وفي سوريا؟ هناك مشروع قديم اسمه الهلال الشيعي، طبعا صدروه للأمة الإسلامية باسم الهلال الخصيب، أرادوا ربط خيرات المنطقة ببعضها، لكن حقيقة هو الهلال الشيعي. الآن يعني سايكس بيكو أظن أنها انتهت فترتها، فلا بد الآن من تقسيم المنطقة بشكل جديد. يعني حاليا في كردستان العراق نفس الكلام، بيقولون أن سايكس بيكو انتهت، وعندكم لديكم نفس الكلام؟ نعم لدينا نفس الكلام، أن سايكس بيكو انتهت، والآن لا بد من إيجاد خريطة جديدة للشرق الأوسط. هذه الخريطة يجب أن تكون طبعا على زعمهم يجب أن تكون متناسبة مع الكتل البشرية المتواجدة في هذا الشرق. كيف يكون هذا التقسيم؟
التقسيم هذا يكون بإيجاد دولة للكرد في يعني هي مقتطعة من قلب من شمال سوريا، جنوب تركيا، شمال العراق أيضا، وجنوب إيران. يكون هذه المنطقة تكون بيد الكرد. يكون هناك دولة للعلويين، دولة لدروز، للطائفة الدرزية، ويبقى أهل السنة طبعا، وتكون الخيرات مقسمة ما بين هؤلاء. فتأخذ الدولة الكردية تأخذ النفط الذي في سوريا، الدولة العلوية تأخذ البحر، وطبعا الدولة الكردية أيضا تأخذ الحدود مع تركيا، ويبقى أهل السنة في الصحراء مخنوقين، ليس لديهم مطار، ليس لديهم منفذ بحري، ليس لديهم حدود مع أي دولة يمكن أن تغذي هذه المنطقة. هل تقبلون هذا التقسيم؟ طبعا نحن الآن نجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى ونقاتل هذه الدول جميعا، لأننا لا نقبل التقسيم. هاي سيارة رجمتها الطيارة.